السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صليوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في القناة. وصفة اليوم سهلة التحضير، اقتصادية وبنينة بزاف، فقط بالبطاطا والطماطم. البنة تاعها خرافية. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم، والان نبداو في الوصفة على بركة الله. جبت البطاطا، قشرتها ومن بعد شللتها ودرك نقصها بشكل دوائر كيما هكا. ما تخشنوهاش بزاف باه طيب لكم. بعد ما كملت قصيتها كيما راكم تشوفوا، حطيت لها الملح، نخلطها مليح ونحطها تستقلى. هنا حطيتها تستقلى. هنا حطيت زيت، حطيت بصله بعد ما كنت قصيتها قطع صغيره بالشكل هذا، وحطيت فص ثوم، وحطيت فلفل حار بعد ما كنت قصيته قطع صغيره بالشكل هذا. دركا نخلي البصله حتى تدبل وتبدل اللون تاعها. هنا بعد ما البصله دبالت وتبدل اللون تاعها حطيت طماطم مرحيه، نحركهم مليح مع بعضاهم. ونخليهم يطيبوا شويه مع بعضهم. بعد نحط التوابل. بعد ما خليتهم طابوا شويه مع بعضهم حطيت التوابل كما قلت لكم اللي هما الملح والفلفل الكحل. نحركهم مليح مع بعضاهم. زدت حطيت فلفل عكري، نحركهم مليح مع بعضاهم. نخليهم شويه يطيبوا مع بعضاهم. من بعد نحط الماء. خليتهم طابوا شويه مع بعضاهم، حطيت كاس ماء. نحركهم شويه مع بعضاهم ونخليها تطيب. ما خليتها طابت حطيت البطاطا اللي كنت قليتها معاكم قبيله، حركتهم مليح مع بعضاهم بالعقل برك باه ما تتفتتش البطاطا حسب طايبه. نطيبوا شويه مع بعضاهم ودرك نزيد من وراهم نحط الجبن قطع. ومن بعد حطيت جبن مبشور، نغطي عليها ونخليهم يطيبوا مع بعضهم حتى الجبن المبشور يذوب. هنا بعد ما طابت والجبن المبشور ذاب طفيت عليها. الشكل النهائي وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى تكون هذه الوصفه عجبتكم واستفدتوا منها. لكن عجبتكم واستفدتوا منها ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. ودمتم في رعايه الله. ابقوا على خير.